همسة لقلبك. السوشيال ميديا واللي بيحصل في السوشيال ميديا بقى أسوأ حاجة فعلا دلوقتي. بقينا نتفرج فعليا على اللي بيحصل جوه البيوت. بقى كل واحد يطلع يتكلم مع مراته ونحس اننا عايشين معاهم، هياكلوا ايه النهارده وهيروحوا فين بكره، وحاجات بصراحة بقت سخيفة جدا. بقى كل واحد متضايق من مراته يصورها وهي بتعمل حاجة ومتعصبة او متضايقة عشان يثبت حاجة ربنا وحده اعلم بيها، وواحدة تطلع تبين قد ايه اتجرحت واتأذت نفسيا وجسديا، وان جوزها اتعدى عليها وضربها ويطلع ترند، والممثلة الفلانية اتطلقت، والممثل اتجوز على مراته، والمغني ضرب واحد على المسرح. غير نشر الفضايح على السوشيال ميديا بقت تورينا عاهات بجد، اللي يطلع يغني مع مراته، واللي تخرج علينا بمنتهى عدم الاحترام سواء في اللبس او طريقة الكلام، وتقول حاجات مفيش منها اي فايدة اصلا. ولا الرجالة اللي طالعة تعلم الميك اب والرقص، غير الجرايم اللي بتتقال بكل تفاصيلها. مش عارفة والله الواحد يقول ايه. لما ابني او بنتي تتفرج على الحاجات دي المفروض هيكون اثرها ايه؟ اصل الحاجات دي بقت عاملة زي الفيروس اللي دخل كل بيوتنا، بقى يقع قدامك كده على الموبايل. نفسي بجد يبقى في حد مسؤول نقول له بعدين امتى الكلام ده هيقف، امتى هننظف البلد من الاشكال اللي بتطلع علينا دي وتدمر في ولادنا. ده الاولاد بقوا بنات على النت، وتشوف قد ايه ممكن الراجل يقل من نفسه عشان بس يتشهر. ولا البنات اللي طالعه ترقص ولما حد ينتقدها تطلع تتكلم ولا كأنها عملت حاجة، ده انا برقص عادي واهلي موافقين. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب معلش على الوضع ده بقى اولادنا هيحصل فيهم ايه؟ ولادنا بيمسكوا الموبايل ساعات كتير عشان خاطر المذاكرة والشغل، ولما بيزهقوا شوية يفتحوا بقى يشوفوا العاهات اللي طالعة علينا اليومين دول. ربنا يرحمنا ويحفظنا بجد، وربنا يهدي، لان الواحد بيصعب عليه يشوف بنات ما شاء الله جميلة بيقول خسارة بجد الجمال ده تشوه النار، ولا يشوف شباب زي الورد يبقى مش مصدق ليه بتقل من نفسك بالشكل ده. خسارة بجد. ما هو لما يكون مفيش اي رقابة حقيقية على اللي بيحصل ده هيحصل اللي اصعب منه. ولادنا فعلا بيتأثروا ويحسوا انه عادي، ويضحكوا كمان على اللي بيشوفوه ويبدأوا يناقشوك. احنا بنفضل نزرع في ولادنا الخوف من ربنا والمحافظة على ديننا، ونعلمهم المبادئ والاساسيات ويتربوا على كده، وربنا يحفظهم ويهديهم يا رب. لكن الحاجات دي اكيد برضو لها تأثير سلبي على ولادنا. لما يشوفوا مواقف واساليب ويسمعوا الفاظ وكلام عمرنا ما قلناه، ده اكيد حاجة صعبة. كلمة يسطا بقت كلمة عادية، زمان كنا بنقولها لناس معينة مش للتقليل منهم ولا حاجة، بس كانت لناس معينة. كلمة قشطة وخلصانة، يمكن الكلمات دي منتشرة ما بين الأولاد والبنات كمان. وكمان في كلام الواحد يحرج إنه يقوله من كتر ما هو وحش جدا، وللأسف برضه بقى منتشر. وكلام تاني كتير بنتفاجئ بيه فعلا إن ممكن ابنك يقوله أو يسمعه. بجد الموضوع بقى صعب قوي. انت تبني والسوشيال ميديا والأصحاب والشارع يهدوا اللي انت بنيته. ولو في السوشيال ميديا حاجات جميلة ومفيدة فالوحش غطى عليها. ربنا يرحمنا ويغفر لنا ويهدي أولادنا وأولادكم، ويحفظهم ويهدي الناس جميعا. قول يا رب. همسة